طيب يا جماعة، هو محمد طاهر زعلان لأن هو خرج، يعني ما راحش يسلم أو يبدل التبديل من على الخط مع زميله حسين الشحات. طلع من بره كده وزعلان يعني. طب ما عادي يا جماعة، يعني ما انت لعبت شوط اول كويس حلو يا طاهر، وعملت فرص وعملت هجمات كويس من الجنب اليمين، وكنت عامل نشاط حلو جدا محدش يقدر ينكر، وعملت شوط اول 10/10. بس في اوقات كتير كنت انت بتبقى وحش برضه يا طاهر، فعادي يعني. وبعدين دي وجهة نظر المدير الفني. مش لازم بقى يعني ما كل لعيب يطلع بقى تمام، عمل له ماتش حلو، عمل له شوط حلو، يتقمص ويتلوي ويزعل. ما هي مش ماشية كده. هي مش ماشيه كده. انت يا طاهر خلاص عملت شوط كويس ونزلت ولعبت شويه في الشوط التاني، المدرب بيغير ويبدل، بدل التغيير عادي، وما تعملش ازمه في الفرقه وتطلع من بره كده مع نفسك وتمشي وبتاع وتبقى زعلان ومتضايق. عادي يا طاهر. بعدين انت ياما يعني يا طاهر لعبت ماتشات مش كويسه، والاهلي مستحملك والاداره مستحمله ومكمل مع الفرقه، وبندعي ونقول ربنا يوفقك ومستواك يبقى كويس دايما على طول. فبلاش الزعل والقمص ده يا جماعه بالنسبه للعيبه الاهلي اللي بتتقمص لما بتتبدل او بتتقمص لما تقعد دكه، لان ده مش صحي للفرقه اصلا. لعبت ونزلت في الملعب، العب وأدي. قعدت على الدكه، خليك جاهز. سلام.